عارفه الكريستال بتاع النجف بتاع زمان فيه اسطح منكسره. ايوه كتير. مع الشمس الحاجات لو جايه لك من اي اتجاه بتعمل انعكاسات. بتفتتها. ايوه. العين دي بتلزق في ايه؟ بتلزق في الحاجه الهشه. عشان كده اول ما يجيلك حد عينه وحشه هتلاقي اول حاجه بتتكسر هي ايه؟ الازاز، الحاجات الازاز. ليش معنى الازاز؟ لانه معنى كده ان هي اكتر حاجه هشه يصيبها الطاقه السلبيه. طيب عندي ضيوف وقلقانه من حد والكلام ده كله، مفيش مانع ان انا بعد ما يمشوا اهوي البيت، تمام، ورش ملح في الاركان. مش احنا قلنا الزوايا الحاده دي اللي هي المنفرجه هي مركز أيوة العين السلبية. هترشق فيه. طيب انا لما ارش ملح في الاركان وهوي البيت قبل ما يجوا ولا بعد؟ ممكن قبل ما يجوا وممكن بعد ما يجوا كمان. دي حاجه مش لازم احسس الناس يعني لا مش عايزه احسس حد. مش اصل لازم خلي بالك افهمهم ان برضه انا رشه ملح. مش ساعات احنا بنقول في مثل، مش بخور. في مثل يقول لك اصل ممكن الحسد ده يجي لك عن طريق شخص وممكن انت نفسك تحسدي نفسك. ايوه بيحسد المال لاصحابه. صح؟ صحيح. ساعات الانسان بيكون داخل بطاقه معينه، فرحان بحاجه معينه عنده، هو الشخص ذاته فرحان بشيء، فهو دخل حط طاقه سلبيه حاده في المكان، تمام، بوظ الدنيا. يعني فعلا فكره ما يحسد المال لاصحابه دي ده حقيقي. ما هي طاقه برضو حاده. طب انا عايزه ادوب الحاجات دي، هعمل ايه؟ ههوي البيت، تمام، وادخل الشمس وخلي الهواء متحرك وابتدي ارش مثلا ميه وملح في الاركان. كويس. ممكن بالرشاش، ممكن شويه ملح خشن اللي هو الملح الرشيدي بتاع الملاحات مش ملح السفره، وارميه في الاركان. طيب انا هرميه واقفل البيت والبيت مقفول؟ لا ما ينفعش. الحاجه السلبيه بتتحرك، لازم افتح لها الشبابيك والبيبان والكلام ده كله عشان تطلع في مكان بره. تراب مبهدل نجاح. مش مهم. احنا نحاول ننظف. دي حاجه. الحاجه الثانيه اي مرايه دخل شافها الضيف تتمسح. لازم. كنت علمتينا برضو ان يبقى في مرايه عند مدخل البيت، مش قدام الباب. مش قدام البيت. لا ما ينفعش ابدا احط كونسول في وش الباب. وانا داخله بيتي ما ينفعش في مرايه في وش البيت. الكونسول فين؟ يمين الباب او يسار الباب او شمال الباب. ليه؟ انا عايزه احط المفاتيح او احط حاجه او فرشه او اتسرح او حاجه، يبقى الكونسول فين؟ اللي فيه مرايه على يميني يا اما على شمالي، ولكن مواجه لباب الشقه يطلع البركه بره. يعكس البره. يعكس الخير لبره، ما يدخلش خير. اول ما يحاول يرجع يروح مطلعه. فدي ناخد بالنا منها جدا. كويس. دايما على طول احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين الطاقه الغير مرئيه في المكان ما تكونش خطوط مستقيمه. تكون ايه؟ ناعمه كده. ناعمه. متحركه. ايه اللي بيحرك الطاقه تكون ناعمه ومتحركه؟ الترابيزات المدوره، السجاد المدور، وخصوصا السجاد ما بين بابين. اول ما اخش البيت والاقي تكتل او موزع ابواب احط سجاده مدوره حلو. ليه؟ تعمل هارموني وتحرك كده ناعم في المكان، تخلي البيت ايه؟ الله ريحه حلو. حلو قوي ده. دي من الحاجات. المرايه المفروض طبيعه المرايه انها تعكس كل ما هو جميل. اي شيء حلو تعكسه. كويس. لكن طب هتعكس لي باب الحمام؟ ما ينفعش. دي طاقه سلبيه، يزود الطاقه السلبيه بتاعت الحمام.